السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في شهيوات تقوى. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد لاطاغ تزينوا بها المائده ديال العيد ان شاء الله. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، راها سهله وبسيطه وكتوجد بسرعه. خليكم معايا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا جوج حبات ديال البيض بحراره المطبخ، غادي نضيف لهم واحد قبيصه ديال الملح بطبيعه الحال. غادي نضيف كذلك واحد 6 ديال المعالق ديال سكر سنيده، وغادي نستعمل هنايا غير الطراب اليدوي فقط، يعني ما غنحتاج لا خلاط ولا خلاط كهربائي ولا يعني طحانه كهربائيه، صافي غير الطراب اليدوي. غادي نخلط هذا السكر مزيان حتى كيندمج لي مزيان مع ديك البيض، يعني السكر والبيض كيندمجوا مزيان. من بعد غادي نضيف 6 ديال المعالق كذلك ديال الزيت النباتيه، وغادي نعاوتاني يعني نخلط كل شيء بالطراب اليدوي حتى كيمتزجوا مع بعضياتهم. كيشتو يعني مقادير غير بالمعلقه وبلا طراب كهربائي. صافي غادي نخلط كل شيء مزيان، وغادي نضيف هنايا واحد القشره ديال البرتقال، غادي نخلطها كذلك حتى هي مزيان. ومن بعد غادي نضيف 6 المعالق كذلك ديال عصير البرتقال، وغادي نخلطهم حتى هما مزيان يعني مع المكونات صافي. ومن بعد غادي نحتاج 6 المعالق كذلك ديال الدقيق وجوج معالق كبار ديال الكاكاو. وغادي نحتاج كذلك واحد الخماره ديال الحلوى. هنايا غادي نضيف الدقيق بطبيعه الحال، يعني الدقيق والخماره وحتى الكاكاو، يعني ضروري اننا نغربلوهم واخا يكونوا عندنا مغربلين، يعني ضروري في الكيك اننا نعاودوا نغربلوهم. هنايا كيشتو معايا غادي نضيف كذلك جوج معالق كبار ديال الكاكاو، غادي نغربلهم حتى هما مزيان. ومن بعد غادي نخلط كل شيء مزيان حتى كي يندمجوا لي مع بعضياتهم. وغادي ناخذ المول ديالي، استعملت هنايا مول دائري، ممكن تستعملوا اي مول عندكم يعني كتفضلوه. غادي ناخذ المول ديالي وغادي ندهنه بطبيعه الحال بالزبده، وغادي نرشو بالدقيق، وغادي نوضع فيه الخليط ديالي. ومن بعد كندخلو للفرن. انا عندي الفرن الغازي، يعني كندخل الكيك ديالي، كنشعل الفران وكندخل الكيك ديالي، ما كنخليهش يسخن، كنقصلو لاقل درجه وكنخليه حتى يعني كيطيب. كنحسب له يعني المده وكنخليه حتى كيطيب. صافي ندير فيه واحد العويد هكا، كنتاكد انه يعني صافي طاب، كنخرجو من الفرن. ها هو الكيك ديالي. من بعد ما خرجته من الفرن غادي ناخذ واحد الاطار هكا دائري، غادي نوضع الكيك ديالي في وسط منه كيشتو معايا. صافي غادي ناخذ له القياس، غادي نوضعو في وسط منه، وغادي نسقي الكيك ديالي بواحد نصف كاس ديال عصير البرتقال، وغادي نخليه على جنب. وغادي ندوز نوجد الكريمه ديالي. عندي هنايا نصف لتر ديال لا كريم فريش، غادي نطربها مزيان. والا كانت حلوه يعني صافي ما كنضيفوش السكر، كانت مسوسه كنضيفوا لها بطبيعه الحال السكر كلاصي. هنا ضفت واحد الياغورت، من الاحسن يكون بالنكهه الاناناس حيت انا غادي نستعمل الاناناس. كيشتو معايا خديت هنا الاناناس قطعته قطع صغيره وضعته فوق الكيك مباشره. غناخذ الكريمه ديالي وكنسرحها فوق الكيك، وغادي ندخلها للثلاجه بطبيعه الحال ونخليها حتى كتبرد مزيان وتماسك. من بعد كنخرجها وكنحيد الاطار ديالي. كيشتو معايا بالنسبه للكريمه داكشي اللي بقالي كنضيف له واحد المعلقه ديال الكاكاو، وكنبدا نشكل هكا واحد الوريضات هكا في الجناب. بالنسبه للزيين كيبقى اختياري، انا بما انني درت في وسط منها الاناناس فاختاريت انني نزينها هكا من الفوق بالاناناس وبقطع هكا ديال الشوكولا. وهذا هو الشكل ديال لا طارت ديالي او لا الكيك ديالي. كيشتو سهل بزاف وبسيط، يعني ممكن توجدوه الفطور ديال العيد ان شاء الله. يا ربي الله يدخل علينا وعليكم هذا العيد ان شاء الله بكل ما كتمناو. كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايك ديالكم، كنشكركم بزاف على حسن المتابعه. نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.